تيكامولو. يعني إيه الكلمة دي؟ الكلمة دي هي عبارة عن 4 مقاطع صوتية هيساعدوك ويحلوا لك مشكلة ترتيب الجملة في اللغة الألمانية. تعالَ أوضّح لكم إزاي. إحنا عندنا الجملة الألماني تتكوّن من حاجات كتير جدًا، مكان وزمان وسبب وطريقة، ده غير طبعًا لو في فاعل أو في فعل. كده أنت لو حطيت الverb في الجملة الألمانية في die zweite Stelle يعني في الموقع رقم 2 ورصيت الكلام عادي، أي ألماني هيفهمك وهيبقى الجملة صحيحة. ولكن أنا مش باعلّمك العادي، أنا باعلّمك أصح حاجة. كلمة تيكامولو هي عبارة عن 4 مقاطع صوتية وهُم ت ودي بتعبّر عن الtemporal الزمن، كا ودي بتعبّر عن الcausal السبب، مو ودي بتعبّر عن الmodal الكيفية أو الطريقة، لو ودي بتعبّر عن الlocal المكان. فهيكون الترتيب كالآتي: زمن، سبب، طريقة أو كيفية، وييجي آخر حاجة المكان، وبيكون الفعل رقم 2 في الجملة العادية. الجملة العادية، إحنا عندنا جُمل تانية بيكون فيها الفعل في آخر الجملة عادي. طيب لو اديت لك مثال: Meine Mutter geht morgen wegen ihrer Krankheit mit dem Auto zum Arzt. يعني أمي هتروح بكرة للدكتور بسبب تعبها أو مرضها، ولكن الترتيب بالألماني بيكون أمي هتروح بكرة الزمن بسبب تعبها السبب، بالسيارة الكيفية أو الطريقة، للدكتور وده المكان. لو أنا عندي في الجملة أكتر من زمن، يعني لو قُلت مثلًا بكرة الساعة 09:00 مساءً بيترتبوا إزاي؟ لمّا بيكون عندي أكتر من زمن بارتّبهم من الزمن الكبير للزمن الصغير. فاقول Ich gehe morgen am Abend um 9:00 يعني هاروح بكرة، لإن بكرة أكبر حاجة، ييجي وراها في المساء وييجي بعدهم الساعة 09:00. طيب لو عندي أكتر من مكان في الجملة، بنحط المكان الأصغر أول حاجة ويليه المكان الأكبر. فلو قُلت مثلًا أنا رايح القاهرة